السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ ويا رب تكونوا بخير. ليكوا وحشة، يعني ليكوا وحشة كده إن إحنا نقعد نتكلم كده مع بعض. أنتوا عارفين الأسبوعين اللي بقى فيهم توقف دولي دول، الأسبوعين دول مش ما بحبش أطلع أتكلم فيهم، بس كلام عن المنتخبات وكلام عن التصفيات وكل الأمور دي. أنا واحد يعني مش بتابع منتخبات بشكل كبير قوي، بحب كده أجي في الآخر. يعني امبارح اتفرجت على ماتش السعودية والعراق وكان ماتش حلو جدا، قبل ماتش قطر والامارات، وقطر صعدت كاس عالم والامارات لسه ما صعدتش. ففي ماتشات كده في المنتخبات في التوقف الدولي ما بحبش اتفرج عليها، وما بحبش ان انا اتابع كوره بشكل عام. بس رجعت لكم تاني النهارده هنتكلم. عندنا كلام كتير قوي 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 عن نادي الزمالك، عندنا كلام كتير قوي عن جمهور نادي الزمالك والانقسام داخل جمهور نادي الزمالك، واللي عاوز يعرف الحدوته اللي بقى لها اسبوع دايره ما بعد بيان جمهور نادي الزمالك، اما ما بعد بيان التراس وايت نايتس. اللي عايز يعرف الحكايه كامله كمل معايا الفيديو ده للاخر، يعني كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل حاجه، وتبقى انت كمشاهد او كمتابع ملم بكل شيء. تمام؟ فما تنساش في البدايه يا صاحبي تنزل تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل. اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من حلقاتنا نتكلم في الكوره مع عبد الرحمن. طيب، اولا بالنسبه لمنتخب مصر، طبعا مبروك صعود مصر لكاس العالم في مجموعه هي الاسهل على الورقه والقلم عشان نكون واضحين. تمام؟ واللي يقول غير كده يبقى مش شايف كوره او ما بيفهمش كوره. مش معنى كده ان انا مش فرحان ان المنتخب ان المنتخب صعد كاس عالم، لا بالعكس انا فرحان جدا ان المنتخب صعد كاس عالم. بس دايما كده وانت فرحان بحاجه او انت مبسوط بحاجه، بص على الجانب البعيد، يعني بص على الجانب الاخر، بص ايه السلبيات اللي انت كنت موجود في التصفيات فيها. بص على طريقه لعبك، بص على اللعيبه اللي عندها مشاكل كتيره قوي، بص على ان في مراكز عندك كمنتخب مصر مش قادر ان انت تغطيها، ومراكز مش قادر ان انت حتى تطور اللعيبه بتاعتك، وان فاضل شهرين على افريقيا الجايه في المغرب. يعني مصطفى محمد عنده مشكله، اسامه فيصل عنده مشكله، نص الملعب عندك فيه مشكله كبيره قوي. لو لعبت يا جماعه، الواحد لما بيتكلم بيقول يا جدعان منتخب مصر لو لاعب منتخب كبير من المنتخبات الكبيره المصنفه تصنيف اول على افريقيا، يا جدعان احنا هنزعل، يا جدعان احنا هنزعل. اهو منتخب مصر لو لاعب فرقه تصنيف ممكن تكسب يعني ممكن تكسب، واحنا شاطرين ان احنا على فكره بنعرف نلعب مع المنتخبات دي. يعني لنا طبعا في 2017 وبالمناسبه في افريقيا بتاعت 2021 ده لنا جاب كبير قوي 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 فيها، وشفنا ايه اللي حصل فيها وكل الكلام ده لما لعبنا مع المغرب والكلام ده كله، وصلت فاينل في الاخر مع السنغال. فاحنا في ماتشات بتلعب بيها، بس الكوره مش تخدمك. عشان كده الواحد بيطلع يقول يا جماعه نخلي بالنا. منتخب مصر صعد كاس عالم، منتخب مصر الحمد لله وصل افريقيا بقياده حسام حسن. اللي انا نفسي اشوفه والخبر اللي انا نفسي فعلا يطلع على الميديا، تمام، ان حسام حسن لمده شهرين او مده شهر هو عامل معايشه في اي بلد، خصوصا في انجلترا، ان انا اطلع اتعلم خطط لعب جديده. يا كابتن حسام 4-3-3 اللي حضرتك بتلعب بيها والاعتماد اعتماد كلي على ديفندر واحد، دي هتخسرك كتير. اللهم كب بلغت اللهم فشل. احنا بس هنقفل نقطه المنتخب دلوقتي. مبروك طبعا لمنتخب مصر، مبروك لينا كلنا صعود طبعا لكاس العالم. تمام، وان شاء الله يعني مش عايزين بقى يبقى يعني ان احنا نروح نبقى ايه تحصيل حاصل، او ان احنا نبقى بس بنكمل مجاميع. لا، انا عايز ان انا اروح اعمل حاجه، خصوصا ان في اقاويل بتقال ان احنا قد نكون معانا منتخبات سهله. ايه هم؟ ما اعرفش. احنا هنخش اصلا تصنيف ثالث، بس ايه المنتخبات اللي ممكن تبقى معانا تصنيف اول وثاني ورابع دي لسه مش معروفه دلوقتي، غير لما كل التصفيات تخلص ونشوف مين مع مين ومين راح فين ومين ضد مين. تمام. تعال بقى نتكلم في الزمالك. برضو الزمالك خلي بالك، يعني عارف انت اللي هو ايه، ما تبقاش طايقه. الزمالك يعني لوغاريتم كبير قوي، خلي بالك نادي الزمالك ده يعني ما تبقاش طايق. يعني دلوقتي الفتره الحاليه الناس مش طايقه الزمالك وما فيش فلوس والدنيا بايظه. اول بس ما التذاكر بتاعه الماتش الجاي بتاع ديكي ده تنزل، هتلاقي الناس كلها حاجزه والتالتة مليانه. ده جمهور الزمالك. جمهور الزمالك ما بيربطوش مكسب او خساره. جمهور الزمالك دايما هو الداعم الاول للفريق، ملوش علاقه مين مع مين، مين ضد مين، مين راح فين، مين هيعمل ايه، ملوش. انا بشجع في 11 فانيلا في الملعب، انا بشجعه.
مين اللي لابس، مين اللي قالع، مين اللي عامل، ده ملهوش علاقه بجمهور الزمالك. جمهور الزمالك هو بيشجع 11 فانيلا موجوده في الملعب، يعني لو الفانيلات دي مرميه على الارض جمهور الزمالك هيشجع وما عندوش اي مشكله خالص، ما يشغلوش اي مشكله بتحصل في نادي الزمالك. وهي دي ميزه جمهور الزمالك، ان هو مكمل في اللاين بتاعه. طيب الزمالك عنده الماتش جاي في الكونفدراليه يوم السبت مع الديكي دهب، فريق ما اعرفوش، فريق ملوش اي تاريخ. بالمناسبه برضه انا في حاجه محتاج ان انا اقولها يعني. انا زهقت من الكونفدراليه، انا هتكلم بصراحه واتكلم بوضوح يعني. انا زهقت من اللعب في الكونفدراليه. يعني البطوله دي يعني لو هكسب كاس مصر افيد منها. بطوله ملهاش اي لازمه، ملهاش لازمه غير ان هي بتخليني العب سوبر افريقي بس. يعني هل مثلا في التصنيف لما هاجي مثلا كاس عالم للانديه او بتفيدني؟ لا بتفيدكش. طب لو خدتها مثلا السنه دي هلعب افريقيا السنه الجايه؟ لا برضه. طب هتدخلني مثلا اي بطوله هتخليني مثلا كاس عالم انديه؟ لا. طب هي ايه لازمتها يا جدعان؟ انا كزملكاوي البطوله دي خلاص يعني ما بقتش احب اشوف الفريق بتاعي بيلعب فيها، ما بقتش. الموضوع بقى رخم معايا، يعني انا اتكلم عن نفسي ماليش علاقه بحد. الموضوع بقى رخم. انا عايز العب افريقيا، الزمالك لازم يلعب افريقيا، لازم يا جدعان باي شكل باي طريقه ان كانت الزمالك لازم يلعب افريقيا. ما ينفعش نلعب كونفدراليه. والله يعني اسال اي حد كده زملكاوي يقول لك يا باشا انا اتخنقت من البطوله، البطوله دي ملهاش اي لازمه خالص. ما فيش بس غير ان هي بتلعبك سوبر افريقي بس. يا جماعه لا، الزمالك مش دي مكانه الزمالك والله. الزمالك مكانته كبيره قوي قوي، رجعوا هيبه الزمالك. المجلس واللاعيبه لازم ترجع هيبه الزمالك مره تانية. الزمالك عنده ماتش جاي يوم السبت هيلعب مع دي كده، اتمنى اشوف فيه لعيبه جديده. اتمنى اشوف مهدي سليمان واقف في الجون مثلا، اشوف الواد الباك اليمين يلعب. اشوف، انا عايز اشوف لعيبه جديده. احمد ربيع لما لعب الواحد صوته اتنبح ان احمد ربيع لازم يلعب، والراجل لعب وجاب جون الماتش اللي فات. فيا جماعه احنا يعني الزمالك، لعيبه الزمالك لازم تدرك ان السنه دي مهمه جدا، هيترتب عليها حاجات كتير. اداره الزمالك عندها مشاكل كتيره قوي، اولها الفلوس وبعد كده ارض اكتوبر وكل الكلام ده. مش هنتطرق دلوقتي لتشكيله الفريق لان انا بصراحه مش هقول لك ماليش نفس، انا بصراحه مش عاوز اعمل ده. تمام، انا عايز اتكلم في حاجه مهمه، حاجه يعني جمهور الزمالك بقاله اكتر من اسبوع بيتكلم فيها، وفي انقسام حصل ما بين مع وما بين ضد. تمام. طيب طبعا مبروك خروج اعضاء التراس وايت نايتس، الحمد لله خرجوا بالسلامه يا رب. ويا رب ما يوجع قلب حد او قلب اهل او قلب صاحب على صاحبه جوه في السجن يا رب، والناس كلها تخرج ان شاء الله باذن الله. ولكن ما بعد بيان التراس وايت نايتس ان ما بقاش فيه حد تابع للجروب داخل السجون، واذ فجاه شن حمله كبيره جدا من بعض الناس، ان الناس بتتكلم ازاي اصلا ان ده بيحصل، وان ازاي اصلا وان في حد وهو يعني شخص جوه اسمه سيد مشاغب ان هو لسه موجود جوه والكلام ده كله. حصل انقسام كبير جدا جدا ما بين معه وما بين ضده. يا جماعه الخير الموضوع بسيط جدا، اللي عاش الحاجه بس هو اللي له حق ان هو يتكلم فيها. اي حد سمع بس ما تتكلمش في حاجه انت مالكش فيها، مع احترامي الكامل للجميع. اللي عاشها هو اللي يتكلم فيها. لكن اللي سمع، يعني في شباب كتير قوي تمام لما بخش على الكومنت هم عندهم 17 18 سنه وبيردوا بلسان ناس وعلى لسان ناس وبيدافعوا عن ناس. يا حبايب قلبي انتوا وقت ما كان جروب التراس وايت نايتس بيتاسس انتوا كنتوا لسه صغيرين ما تعرفوش اي حاجه بتحصل اصلا في الجروب. فبالتالي حضرتك ملكش حق وملكش سلطه ان انت تدافع عن شخص او تدافع عن الناس او غير لما الشخص ده يكون قال لك دافع عني. انت ممكن تكون بتعمل كده بدافع العاطفه مفيش مشكله، بس انت ما عشتش الحاجه دي، انت سمعت. فاللي سمع غير اللي عاش غير اللي شاف. فيا جماعه الخير الزمالك محتاجنا احنا كلنا كده الفتره الجايه.
احنا بدل ما احنا نقعد ونشوف مشاكل او نقعد ونحل او نقعد ونشوف المشاكل اللي في النادي وازاي ان احنا ندعم النادي وازاي ان احنا نقف، لا الناس قسمت كده نصين، بقى جزء مع وجزء ضد، وجزء مش عاجبه الكلام وجزء عاجبه الكلام، وبقى في ناس بتدافع وناس بتشتم وطريقه يعني اقل ما يقال عنها ان هي طريقه سوقيه جدا. يا جماعه في ايه؟ جمهور الزمالك عمر ما كان فيه انشقاق بالطريقه دي، عمر جمهور الزمالك ما كان فيه انشقاق بالطريقه دي. جمهور الزمالك يعني بالعكس، في فرق تانية وفي جروبات تانية حصل فيها انشقاقات بسبب بعض المشاكل اللي من خلالها جمهور الزمالك كان بيعمل كونتر عليهم في وقت من الاوقات بسبب المشاكل ديت. فبالتالي احنا ما ينفعش يبقى في انقسام. سيبوا يا جدعان اللي يتكلم يتكلم، وسيبوا اللي يقول يقول، مش لازم ان انا اطلع ارد على كل واحد بيتكلم. في دلوقتي حاجة اهم من كل ده، وهي الزمالك، ان احنا نكمل ورا الزمالك، ان احنا نرجع الزمالك هيبته، ان احنا نبقى وراه، ان احنا ندعمه، انه هذا وكل الكلام ده كله الناس على درايه بيه، مش انا اللي هاجي اقول للناس يعني. فيا جماعه خلاص يعني، سيبكم من اي حاجه ونكمل في اللاين. الناس اللي خرجت حمد لله على سلامتكم، الناس اللي جوه ان شاء الله يخرجوا او بقى يعني يشوف هما مشاكلهم في ايه. احنا مكملين، جمهور الزمالك مكمل ورا فرقة الزمالك، بس جمهور الزمالك هو ورا الفريق عشان الفريق يرجع لنصابه الصحيح ليس إيه. شكرا جدا ليكم، وانا بعتذر جدا جدا لو كان في اي طلب. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل.